طبعًا زي ما قُلت لكم الفيديو اللي فات إن بنك مصر أخيرًا خلّى الناس اللي عندها حساب دولار فيه تقدر تطلّع فيزا دولارية يقدروا يعملوا بيها أي مدفوعات سواء داخل مصر أو خارج مصر، أو حتى لو سافر برّه مصر يقدر يستعملها في الATMات. وطبعًا كانت شروط الحساب ده إن أنت بتحط حد أدنى للإيداع $100 أو أي عملة يورو أيًا كان بقى العملة الأجنبية اللي أنت بتتعامل بيها، وكانت مصاريف الحساب ده في حدود من 2 ل3 دولار، ورسومه كل 3 شهور من 60 ل80 جنيه. الفيزا الدولارية كان سعرها للاستخراج أول مرة $20، وتجديدها كل سنة هيبقى $10. لكن في شوية نقط أنا ما كنتش وضحتها في الفيديو اللي فات. مبدئيا الحساب ده أنا قلت لك تفتح حساب بالجنيه الأول مش بالدولار، عشان تحط إثبات الدخل بتاعك أو الضامن بتاعك يبقى تبع حساب الجنيه، كده الموضوع هيبقى أسهل شوية. طبعًا الفيزا اللي بيديها لك الحساب ده من نوع ديبت كارد، وبيتكتب عليها اسمك، فبتاخد من 10 ل14 يوم عقبال بقى ما بيتكتب عليها اسمك وبتطبع، وبعد كده بتقدر تستلمها بدون أي مشاكل. بعد كده بتفعّلها وبتشتغل معاك أونلاين بدون أي مشاكل، وبيتفتح معاك الlimit على طول. يا جماعة الفلوس اللي في حساب الدولار دي بتاعتك أنت، والعملة الأجنبية اللي أنت بتصرف منها دي بتاعتك أنت. وإزاي بقى تعمل إيداع ب$100 في الحساب ده عشان تقدر تفتحه؟ لو عندك حساب دولاري تاني تقدر تاخد منه تعمل سحب، وبعد كده تعمل لهم إيداع، أو لو شغال على موقع فريلانسر وبيحول لك فلوس على حساب تاني كان عندك، اسحبهم من الحساب ده واعمل لهم إيداع، وهتقدر تسحب فلوسك بالدولار من البنك. فلو انت بقى رحت شباك البنك وحبيت تسحب عادي، هتسحب بطاقتك وامضتك، هتسحب دولار من الشباك. اما لو رحت الاي تي ام، للاسف الاي تي امات يعني 95% منها عملتها بالجنيه المصري، فهتسحبهم بما يعادل سعر الصرف الجنيه المصري. فانت لو حابب تسحبهم دولار روح شباك البنك واسحبهم دولار بدون اي مشاكل. وكده كده حساب الدولار بيديك رقم حساب دولي اللي هو الايبان، اللي هو اوله اي جي مكون من 29 رقم، بتحطهم في اي موقع دولي انت شغال عليه، وبيعمل لك حاجه اسمها واي ترانسفير، بيحول لك الفلوس وتقدر تستلمهم عادي من شباك البنك. ينفع بقى لو انت عندك حساب جنيه وعندك حساب دولار تحول فلوس من حساب الجنيه للدولار؟ طبعا لا، انتوا فاهمين طبعا مش هينفع الكلام ده. لكن العكس ممكن، لو انت عندك حساب دولار وعايز تحوله لحساب الجنيه بمنتهى البساطه هيحصل. دليل ان انت تقدر تشتري بالفيزا الدولاريه على المواقع المحليه وهتتحسب لك بسعر صرف البنك. الليميت بتاعها لو شراء من اي موقع محلي داخل مصر هيبقى لحد 400 الف جنيه شهريا، لو اي موقع دولي هيبقى 20 الف دولار شهريا، 5000 دولار يوميا. يعني لو خلصت ال 5000 دولار دول في اليوم مش هيتفتح لك الليميت غير بعدها بيوم تاني، وبرضه هيبقى 5000 دولار لحد ما توصل مجموع الايام دي يوصل ل 20000 دولار. كده الليميت هيتقفل عليك الشهر ده. اما لو سافرت بره مصر وحبيت تسحب من الاي تي ام، يبقى الليميت بتاعك هيبقى 5000 دولار شهريا او 1000 دولار يوميا، وتقدر تتعامل بيها على متاجر داخل او خارج مصر براحتك خالص. موضوع العموله بتاعه السحب من الاي تي ام 1.5%. انا قلت لو انت في دوله عملتها غير الدولار الامريكي تضطر ان انت تسحب من الاي تي ام بعمله الاي تي ام، وبالتالي انت عمله حسابك اصلا بالدولار الامريكي. فانت لما تيجي تسحب البنك هيخصم منك 1.5% من قيمة العملية عشان انت بتحول عملة. لكن انت لو بتسحب دولار امريكي، يعني انت مثلا في امريكا وبتسحب دولار امريكي، مش هيتخصم منك اي عمولة. وده الكلام الرسمي بتاع البنك. بالنسبة لغير المصريين هل يقدروا يفتحوا الحساب ده؟ طبعا تقدر تفتحه لو معاك اقامة سارية وباسبور ساري بدون اي مشاكل. طب لو انت مصري ازاي تفتح حساب ده بدون اثبات دخل؟ شرط ان انت يكون معاك اقامة اجنبية، ساعتها هتقدر تفتح حساب الدولار بدون اي اثبات دخل. لكن في احوال تانية لازم يكون معاك يا اثبات دخل يا اما ضامن زي ما قلت لك، والدك، اخوك، اي حد قريب ليك. هتسالوني عن رايي الشخصي، الحساب ده ممتاز جدا، وانا شايف ان بنك مصر كده تخطى اغلبيه البنوك، واعتقد ان في بنوك تانية هتعمل فيزا دولاريه. شايف ان الحل ده هيبقى مناسب جدا لاي فريلانسر يفتح الحساب ده ويتعامل بيه دولي براحته لحد ما البطاقات المحليه تشتغل. خلي بالك الحساب ده هتقدر تعرف الرصيد بالكامل من خلال البي ام اونلاين او تطبيق بنك مصر، وبيكون باين لك فيه بقى سواء الرصيد او المعاملات او الايبان او كل الكلام ده بدون اي مشاكل. لكن مش هتقدر تربط الفيزا دي بانستا باي، لان انستا باي بيتربط بس بحسابات الجنيه المصري. اتمنى بكده ان انا اكون رديت على اغلبيه اسئلتكم. ربنا يوفقكم جميعا. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.